مشاهدي الفضاء المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من عرض أول على الهواء مباشرة. النهارده من خلال عرض أول هنناقش فيلم وثائقي هو بعنوان 100 متر. بيتكلم عن مدينة مصرية سياحية بتبعد حوالي 100 كيلو عن شرم الشيخ. هي طبعا بتتبع جنوب سيناء، وبتبعد كمان 87 عن ميناء نويبع، بتطل على خليج العقبة. هي مدينة دهب. الحقيقة هذه المدينة غاية في الروعة، مدينة ساحرة، طبعا هدوء وأشجار وطبعا طبيعة خلابة. لكن بيتكلموا فيها عن الثقب الأزرق أو البلو هول، والمكان ده هو أكثر الأماكن اللي بيغوصوا فيه، والحقيقة إن كمان هي بتعتبر مقبرة للغواصين. يعني أكتر من 200 غواص فقد حياته في هذه المنطقة. كتير من الأساطير وكتير من الحكايات بيتكلموا عن المنطقة دي. بيتقال إن أحيانا فيها سمك قرش فبيموت يطلع. يعني اساطير وحكايات كتيره جدا. هنعرف اكتر منهم، وهنعرف كمان ليه سموه 100 متر. انا شخصيا عارف، لكن هنعرف من ضيفي النهارده. برحب النهارده بضيفي سيف الله عبد العزيز. اهلا بيك يا سيف. اهلا بحضرتك. انت المسؤول عن ايه الاول؟ هو انا اللي جبت الفكره. تمام، فكره جميله. وانا المخرج والمونتير والمصور وشاركت انت في كل حاجه التاليف. كده يا سيف. يعني مشروع بقى تخرج، فاحنا بنبقى تمام. مجموعه قليله يعني. اختيار مدينه دهب الاول، اختيار ليه واخترت ليه تتكلم عن موضوع زي كده، موضوع شائك جدا اللي هو الثقب الازرق او البلو هول؟ تمام. انا كنت بفكر في مشروع تخرجي من قبل ما اخش حتى سنه التخرج، اللي هي سنه رابعه. فكنت من ضمن الحاجات اللي جات لي يعني وانا متواجد في مدينه دهب قبل كده. انت يعني قعدت هناك منطقه وقت رحت طويل؟ كتير، بروح بتروح يعني من الاماكن اللي انت بتحبها وبتزورها على طول؟ طبعا، هي تمام مكان جميل جدا. جدا. فانا كنت بفكر في حاجه ممكن اعملها هنا. امم وانا هناك فكرت ليه ما مثلا ما اعملش فيلم وثائقي عن البلو هول. وده بسبب النصب التذكاري اللي هو معمول هناك. صحيح. هو مكتوب عليه اسامي الغواصين، امم فغير الاسم المعروف بيه المنطقه اللي هو مقبره الغواصين. فدي كانت زي السؤال اللي ابتدى عندي، امم وابتديت اعمل عنه الريسيرش عشان اجهز له. واقترحت الفكره على يعني صديقي وزميلي في المشروع محمد سالم. تمام. ويعني ابتدينا نجهز للفكره ويعني لفت لسه. نظرك ايه؟ يعني هل انت عايز تقول لهم، يعني ما هو الناس هتخاف، اكيد. المنطقه دي الناس خايفه، وده ممكن يعمل خوف اكتر. فيعني انا حتى هتخلي فيه رعب، ولو ان في الفيلم باين برضو الجانب الايجابي، الايجابي طبعا. ان هو في، لا ده في ناس وفي حد بالفعل بنوته قدرت تنزل ل 151 متر يعني. مظبوط. تسميه 100 متر ده ليه؟ ده لان ده هو عمق البلو هول. انا مهم. كنت عايز ادي من خلال اسم الفيلم فكره للي هيتفرج عن يعني المكان او عن عمق المكان. والمكان ده غامض قد ايه، مثلا 100 متر مسافه كبيره جدا تحت مم. سطح البحر. صحيح. فكنت عايز ادي بس الفكره عن المكان، يعني يكون فيه استيعاب من مم. ناحيه الاسم. وقدرنا ان احنا يعني من خلال الاسم ده ناس كتير ابتدت تترجم ان ده مم. الاسم مربوط بالعمق بتاع البلو هول. كتير من الاساطير والحكايات بيتقال عن المنطقه دي. تمام. زي ما انا قلت كده، فعلا المنطقه ديت هي عشان بيتقال ان هي فيها اسماك قروش كتيره بتدخل فيها. اطلاقا. امال ايه؟ منطقه فعلا ضيقه، فاللي بيدخل ما يعرفش يطلع يعني لا هو. لا لا، هي اه، ببساطه شديده، وده اللي احنا وضحناه في ده من الفيلم. الحكايات والاساطير على فكره بيتقال اه عليها. بالظبط. ما ده كان حتى المحرك ليا وانا بعمل الفيلم، ان انا اها. كنت عايز اكشف الحقيقه. امم فهي الحقيقه ان الموضوع كله متعلق بس بعدم الخبره او الوعي الكافي للي امم نازل. في الغالب الناس لما بتنزل ما بتبقاش واخده بالها ان ده غطس اسمه غطس اعماق. غطس الاعماق ده مختلف تماما عن الغطس الترفيهي اللي هو ممكن مسافته تبقى 20 متر، امم 30 متر ماكسيمم. فغطس الاعماق بيبقى بيحتاج غازات مختلفه، بيحتاج انواع غازات بتختلف على كل عمق. يعني ممكن امم على 30 متر بستخدم غاز معين، 50 متر و100 متر وهكذا. تمام. ف... فده كان الخطأ اللي يعني هو ما بيحصل. عندهمش وعي باللي هم باللي هو يستخدموه بالظبط. لما يغوصوا في المكان ده، اللي هو بز... اكتر مكان الحقيقه بيقولوا جميل جدا للغوص. هو اه. جميل جدا، وفيه شعاب مرجانية وحاجات
حلوه جدا تحت سطح البحر. مم. وهي كانت المشكله فعلا في عدم الوعي، او ان الناس مش فاهمه المكان قوي. مم. فاللي ادانا المعلومات دي طبعا هو كابتن طارق عمر اللي صورنا معاه في الفيلم، مم. وهو اكتر حد انتشل جثث من هناك وليه قصص شهيره جدا هناك. مم. فهو اللي وصل لنا معلومه، ان هو قال لي انا المثال الحي على ان مفيش مشكله انك تغطس وتطلع. اه، هو وبيغطس بالفعل بيغطس في المنطقة دي وبيطلع. من زمان جدا، من بس حوالي واخد 89. بقى الغازات المفروض في العمق بالظبط. ده هو يستخدمها. الموضوع كله متعلق بالعلم، ان مم. احنا لو عندنا بس العلم الكافي والناس دارسه كويس ومهيئه نفسيا. احيانا مم. برضو العمق ده بيخوف، ممكن حد طبعا. وهو بيغطس يخاف. مم. فدي كانت معظم الحوادث، القصص بتاعتها كانت متعلقه بكده، عدم الوعي الكافي بس. وبالرغم من ان في اساطير كتيره وحكايات وخوف في المنطقه دي، لكن الاجانب مصره، وده انتوا بينتوا قد ايه بيتكلموا عن المنطقه دي بحلاوتها وجمالها، وان هي فيها شعب مرجانيه مش موجوده في اي مكان، اسماك غريبه مش موجوده في اي صحيح. مكان غير المنطقه دي. كنتوا حريصين ليه تجيبوا الاجانب يتكلموا عن جمال المنطقه دي؟ لان زي ما قلت لحضرتك، انا كنت بحاول اكشف الحقيقه، وهي الحقيقه ان المكان لا جميل. مم. وان لان كان في برضه حد من الاجانب قبل كده قال لي في زياره سابقه يعني لدهب، قال لي هو يعني حاول لو انت هتعمل حاجه اعملها كفيلم رعب، ان هو مم. هيبقى بيخوف. صحيح. فانا قلت لا طبعا، انا عايز ابين الحقيقه، وهي الحقيقه ان لا فعلا الناس بتجي لها من حوالين العالم. اه. هو مكان مميز جدا. ده واحد فعلا من اميز الاماكن للغطس حوالين العالم، هو مثلا وخليج المكسيك واماكن معينه مم. ومحدوده. مم. فالناس طبعا بتبقى منبهره بالحاجات اللي صحيح. موجوده عندنا. بس ومع الوعي الكافي ومع التدريب الصح، هو مم. بصراحه احنا عندنا كباتن غواصين على اعلى مستوى في يعني الغرض من الفيلم اللي انتوا 100 متر بالظبط. تعرفونا الحقيقة فين، الحقيقه. ان هي ولا هي فيها حكايات واساطير غريبة زي ما بيقولوا لا، اسماك قروش بتروح هناك، ولا وقالوا ان في جنية منطقة بحر ضيقة واللي بيروح ما بيطلعش والكلام ده. وفي نفس الوقت انتوا بتبينوا لنا جمال المنطقة دي ممكن، مظبوط. لكن أهمية الوعي ده اللي انتوا عايزين توصلوه. بالظبط. أهمية الوعي ان احنا نعرف احنا رايحين فين، فنعمل احتياطاتنا ونعرف احنا اكيد، بناخد ايه حتى دي معانا. كانت رساله الفيلم في الاخر، ان احنا مم. اتكلمنا عن ان الوعي هو الطريق للنجاه. مم. فده اللي كنا وده في عايزينه. اي حاجه، الوعي بكل حاجه صحيح. يعني هو ده فعلا طريق النجاه. طيب يعني احنا قبل ما نتكلم بقى في تفاصيل عن الفيلم، نطلع كده بقى نشوف جزء من الفيلم 100 متر ونرجع على طول نستكمل. خليكم معانا. مدينة السحر والطبيعة والهدوء، مدينة الحياة، أو مدينة المغامرة والذكريات. مدينة من خارج عالمنا، وأحيانا مقبرة الغواصين. البلو هول أخطر مكان للغوص في مصر، المكان اللي فقد فيه كتير حياته، وعشان كده كان لازم أعرف أكتر عن المكان وطبيعته، وأقابل أشهر غواص في البلو هول. أنا اسمي طارق عمر، جيت سينا في أواخر الثمانينات 89 90. وما جيت أخش مجال الغطس ما دخلتش مجال الغطس لأن أنا كنت يعني ههتم إن أنا أخش مجال الغطس على قد ما في واقع حصلت حادثة مأساوية حصلت لأصدقاء ليا كانوا مدربين غطس وتوفاهم الله. ومن هنا ابتديت أقف، وليه الناس ممكن يكون جاي يعمل غطسة ترفيهية نازل يتفرج على السمك ويقضي وقت سعيد، ممكن ليه ينتهي خطته بالوقت سعيد تنتهي بمأساة؟ ايه الموضوع دوت؟ البلو هول هو ثقب في الريف. البلو هول حوالي 100 دايمتر. في ال50 متر هنلاقي ان جوه ال50 متر في حاجة اسمها الارش واي. الارش واي اما بننزل من البلو هول ونوصل للارش، هي حتة او منطقة بنعبر منها من جوه البلو هول للمياه المفتوحة بره البلو هول. من أشهر الأماكن في البلو هول هي النصب التذكاري اللي بيحمل أسماء العديد من الغواصين اللي غرقوا هناك، لكن أشهرهم هو يوري ليبسكي بسبب انتشار فيديو غرقه على الإنترنت.
والله حادثة يوري أو قصة يوري دي قصة مأساوية جدا، لأن هو شاب صغير في حوالي 21 سنة، عايش في روسيا مع والدته. فلما جه أنا قابلته مرة أو مرتين قبلها، كان عاوز ينزل يصور البلو هول، فعشان نروح نصور ونعمل الموضوع دوت كانت نصيحتي ليه إن هو مفروض يخش دورات تدريبية لفن غوص الأعماق. طبعا هو كان مستعجل شويه ومش عاوز يعمل الموضوع دوت وعاوز يروح يصور وخلاص. فطبعا انا رفضت ان انا اتعاون معاه ان انا انزل اصور. ف طبعا بعدها سمعت ان حد خده ونزل قال له ممكن نصور، فحصلت الحادثه الغريبه ديت. رجعنا لكم تاني، والحقيقه مدينه يعني رائعه فعلا، مدينه الهدوء والجمال، مدينه ساحره، مدينه دهب. كنت حريص ان انت تبين لنا في الاول خالص جمال المنطقه، فعملت كده يعني على البلد نفسها. انت بقى كمخرج كنت عايز تقول لنا ايه قبل الفكره الاساسيه اللي هو مقبره الغواصين؟ هو انا كنت حابب ان انا ابين المدينه ككل، لان البلو هول هي جزء من المدينه. طبعا كنت حابب ابين المدينه ككل والانشطه اللي ممكن تتعمل فيها والتجربه. يعني بالنسبه لي هو برضو حاجه ممكن تكون جاذبه للسائح، طبعا. يعني اللي هو لو شاف المدينه في الاول وحب ان هو يجي يزورها وسمع الاساطير دي، انا بكشف له في الاخر ان الاساطير دي ممكن تتحل وممكن انك تقدر تغطس وتتبسط. فده كان الهدف الاساسي، ان احنا نوصل رساله ايجابيه عن المكان بس بصدق، وان احنا نكشف كل الاسرار بتاعته. وبالعكس انت حتى لو النصب التذكاري ده اللي فيه كل اللي توفاهم الله بالظبط. في يعني احنا ده بنسمع، مظهر. فيبقى احنا قلنا الحقيقه كلها في فعلا في المنطقه دي حد بينزل وبيتوفاه الله، لكن اسباب تانية مش اسباب اللي احنا خرافات دي خرافات. بالظبط. وده مهم قوي ان احنا نعرف ان دي خرافات، وده اللي انت كنت عايز تقول لنا على المنطقه دي ان دي خرافات. مقبره صحيح. الغواصين دي خرافه. صحيح. احنا لازم نعرف احنا بنغوص فين، وده بقى اللي هو قاله لنا الغواص كابتن طارق عمر. كابتن طارق. رضي يصور معاكم على طول؟ يعني عملتوا الاول سيرش عليه ازاي او جبتوه ازاي او انا عملت سيرش الاول على البلو هول، فطبعا اول اسم ظهر لي هو كابتن طارق عمر، ان هو اشهر غواص موجود في المنطقه. تمام. وده بسبب يعني تاريخه في المنطقه. فوصلت للاسم وبعته بعد كده لمحمد زميلي في المشروع. هو قدر ان هو يوصل لرقمه وتواصلنا معاه، وهو الحقيقه كان مرحب جدا. وبل بالعكس هو بيحب يساعد الشباب اللي مثلا زي حالتنا كنا مشروع تخرج، فهو كان مبسوط جدا بالموضوع ده. وحتى هو سهل لنا الموضوع جدا واحنا هناك، يعني وفر لنا ان احنا نصور مشروع تخرج مختلف، يعني تعرفنا معلومه جديده عن مكان احنا بنخاف منه وبنقلق وبنسمع عليه اساطير. ده الاختلاف. يعني فكره جميله فعلا ومختلفه. انت كمخرج بقى كانت اكتر حاجه صعبه في المشروع ده كان ايه؟ احنا كانت اكتر حاجه صعبه معانا هي ضيق الوقت، لان احنا المشروع كله اتصور في حوالي 3 ايام ونص. يعني احنا حتى اخر يوم تصوير احنا سافرنا فيه، يعني خلصنا تصوير وسافرنا. فكان دي الوقت طبعا كان حاجه صعبه جدا بالنسبه لي، لان كنت عايز برضو ابين الرؤيه بتاعتي والحق اصور في اماكن كتير مثلا زي اللي كانت في بدايه الفيلم. فده كان بيبقى بيخليني اوصل. انتوا كام واحد يا سيف؟ احنا 4. المشروع 4 بس؟ المشروع 4 بس. وكلكم سافرتوا طبعا الاربعه 3 ايام ونص عملتوا المشروع بالظبط. حاولتوا ان انتوا تجربوا فعلا البلو هول ده وتنزلوا ولا؟ هو الموضوع يعني مش اي حد برضو ممكن ينزله، ولكن احنا عندنا محمد هو يعني قدر ان هو يصور شويه حاجات تحت البحر، بس كانت في منطقه تانية في دهب برضو، حته اسمها اللايت هاوس. دي منطقه سهله ان هي النزول فيها، وهي تقريبا بتبقى اول منطقه الناس لما بتبتدي تتدرب بتنزل فيها. فهو صور فيها، لكن البلو هول نفسها برضه ما كناش عايزين نريسك، لان احنا مش مدربين ومجهزين مشروع تخرج يا جماعه. بالظبط، احنا عايزين نرجع بالمشروع. ايوه صح، عايزين نرجع بالمشروع. فالموضوع كان مخيف شويه يعني. صحيح. اهم حاجه كانت جذب الاجانب ايه بقى كمنطقه سياحيه؟ بلو هول هي زي ما قلت لحضرتك تجربه مختلفه. مكان مختلف حتى عن اماكن كتير حتى في بلاد الاجنبيه، خصوصا مثلا درجه الحراره اللي بتبقى ساعات في انجلترا وفي اماكن كتير وروسيا، لان دول اكتر سياح بيجوا هناك. درجه الحراره بتبقى تحت الصفر.
فبالنسبه لهم الجو هنا حلو. طبعا. طول السنه الجو ممتاز. مم. الشعب المرجانيه، التجربه ان احنا عندنا مثلا دهب، هي كل يعني الجنسيات من حوالين العالم هي موجوده هناك. مم. فدي طبعا تجربه بتبقى مختلفه، انك بتتعرف على ثقافات ناس تانية، طريقه تفكير مختلفه، صحيح. صداقات من بلاد مختلفه. مم. فهو اكتر حاجه بتجذبهم طبعا المناظر الطبيعيه الخلابه اللي موجوده عندنا في دهب، طبعا. وفي نفس الوقت التجربه المختلفه، سواء حتى بالغطس في البلو هول او التجربه يعني تجربه العيشه هناك. مهم. جبتوا لنا بعد ما اتكلمنا عن الجانب السلبي وخوفنا بما فيه الكفايه صحيح. جبتوا لنا الجانب الايجابي. تمام. عايزين تقولوا ايه من الجانب الايجابي؟ لان انتوا قلتوا لنا مثل عن واحده وكلمت ان هي غطست وفي كمان يعني اعماق جامده 151 صحيح. وبالعكس هي مبسوطه وبتقول يعني بتقول تجربتها. عايزين تقولوا ايه من الجانب الايجابي ده؟ والله احنا كنا عايزين نقول من الجانب الايجابي ان احنا المكان امن، والمكان يقدر اي حد يجي، وده كان الهدف، ان احنا مم. عايزين فعلا نجذب الناس للمكان، وحبا في المكان برضو، لان احنا زياراتنا الكتير ليه دي بتخلينا اتعلقنا بالمكان. فكنا حابين ان احنا فعلا نوري الجانب الايجابي مم. بالتدريج في الفيلم، اللي هو حتى بالتسلسل الزمني. الحوادث دي صحيح. كانت بتحصل زمان بس دلوقتي تقريبا شبه معدومة، وبل بالعكس ده في ناس بتقدر تحقق انجازات داخل المنطقة دي. مم. فده اللي احنا كنا حابين نبينه، وتجارب حتى الاجانب. الانجازات زي ايه مثلا سمعت عنها ان من؟ مثلا فرح اكرم اللي حققت 151 متر في مم. البلو هول. مهم. في يعني انجازات تانية كابتن طارق حققها مع برضو متدربين عنده، مم. برضو اعماق اكتر من 120 متر و130 متر. فكل ده داخل البلو هول، المكان اللي هو المفروض بيخوف وبيسبب مقبرة الغرق. الغواصين. فالغواصين نفسهم بيحققوا ارقام قياسيه فيه. صحيح. نطلع كده نشوف جزء من الفيلم الجميل جدا ده 100 متر ونرجع نقول نستكمل. إلا إنها المكان المفضل للغوص بالنسبة لكتير من الناس حوالين العالم، وده خلانا أسأل الناس هنا. Swimming around here, it's like a Disneyland for scuba divers, I will say. I haven't been to Maldives before. The kinds of fish here and its whole beauty around, it's just so beautiful, and I'm so glad we made it here. И решила хоть на сапе покататься, раз уж на то пошло. А Саша говорит, давай попробуем. Вот. И сегодня было последнее занятие. عشان تشوف جمال البلو هول مش لازم تكون غواص أعماق، لأن الغطس أكتر من نوع، وده اللي عرفته لما زرت شمس دايفنج سنتر. أنا محمد عصام، دايف ماستر بادي، شغال هنا في سنتر شمس دايف سنتر. لما بتاخد الادفانس كورس ماكسيمم ديب 30 متر، في بعدها كورس اسمه ديب ممكن تاخده بيديك برضو ماكسيمم ديب 40 متر. ده بيبقى الماكسيمم ديب بتاعنا في الريكنيشنال دايفنج، او هو غوص ترفيهي. بعد ال 30 متر وال 40 متر بتبدأ تستخدم غازات تانية بطرق معينة، بأوقات معينة، بدل معينة، بأجهزة معينة، لأن درجة الحرارة بتختلف، قابلية جسمك للانضغاط بتختلف، الغازات اللي بتستعملها لازم تختلف عشان الضغط. مع كل يوم كان بيعدي ورجعنا لكم تاني مع مخرج هذا العمل سيف. سيف قولي كده، انتوا صورتوا كمان في الدايفنج سنتر، وكان انتوا عايزين تقولوا لنا انواع الغطسات بقى مظبوط. ده كان غرضه ايه؟ يعني تعليمي للناس اللي بتتفرج وتعرف ايه الفرق مثلا انواع الغطس، كان ايه الغرض؟ هو كان غرض ان احنا فعلا ندي معلومه للناس ان هو ممكن عادي يجي يعمل غطس هنا، والغطس ده كذا نوع، في غطس الترفيهي وفي غطس الاعماق. غطس الاعماق ده اللي هو مثلا متخصص فيه غير كابتن طارق. السنوركلينج طبعا. السنوركلينج ده يعني، بس هو غطس الترفيهي ده بيبقى مع مدرب، وبيبقى حاجه اي حد ممكن يعملها، ومش مخيفه خالص، وما بتسببش الغرق، يعني هي نوادر جدا لو حصلت. فكنا حابين نبين الفرق يعني، اللي وحابين لو قرش بقى كده. بالظبط. كنا حابين نبين الفرق، ان حتى البلو هول ممكن تشوف الجمال بتاعها بس من غير ما تخاف، مش تنزل في العمق الكبير ده. فده كان اكتر حاجه. بالظبط. استخدامك بقى كمخرج بقى، استخدمت بقى موسيقى، قولي كده الحاجات اللي انت استخدمتها وخدمت بيها على الفيلم زي ايه؟
انا كنت اهم حاجه برضو يعني من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي في الفيلم الموسيقى، ان الموسيقى تكون معبره عن كل فصل. انا حاولت ان انا اقسم الفيلم حتى طريقه المونتاج كفصول، ان تمام. يعني احنا بنخلص مثلا الفصل ده اتكلمنا عن كذا، بننهي القصه بنخش في فصل جديد. فكان ده مهم جدا بالنسبه لي في اختيار الموسيقى، ان الموسيقى تفصل في وقت. الاول كان في شويه رعب كده بالظبط، وخوف، اللي هو اول ما قلنا مقبره مكان الغواصين طبعا. فدخلنا بموسيقى غامضه شويه. ولكن لما ابتدينا نتكلم مثلا على الجانب المشرق، ابتدت الموسيقى تبقى يعني فاني اكتر، او تبقى حاجه تدي امل صحيح. اكتر. فده كان بالنسبه لي مهم عشان افصل ما بين طبعا الفصول زي ما قلت لحضرتك، وفي نفس الوقت ادي الطابع الصح او يعني الاحساس اللي ممكن يوصل للمشاهد من خلال المزيكا يعني لا هو وصل لنا احنا. عايزه اعرف الحمد لله. بقى نتيجه بقى المشروع التخرج ده، خدتوا ايه جايزه؟ خدتوا ايه؟ احنا في الجامعه خدنا افضل سيناريو. تمام. وبره الجامعه احنا شاركت في مهرجانات. لا انا كنت اقول لك لازم يعني ده اكيد نشترك في مهرجان. شاركنا والحمد لله، يعني في مهرجانين قدرنا ان احنا نكسب في مهرجان جائزة لجنة التحكيم. حلو قوي. مهرجان مهرجان ايه؟ البوابة الرقمية ده في الجزائر، ده تمام. مهرجان معمول للافلام القصيرة، فكانت حاجة مميزة ان احنا نشارك فيها. وكسبنا برضو في مهرجان تاني، خدنا يعني من افضل 8 افلام في المهرجان، وكان المهرجان ده متقدم فيه حوالي 13,000 فيلم. ده مهرجان لافلام الطلبة في امريكا. وقدرنا ان احنا نبقى من اول 8 يعني كافلام جميل. وثائقيه. رائع جدا. يعني كشف الاساطير اللي احنا بنقول عليها دي مهمه كتير قوي، عايزين يعرفوها، فانت بينت لنا الموضوع ده. صحيح. ناوي على ايه يعني؟ انت حابب ايه اكتر؟ الاخراج بالتالي انت اكتر حاجه فيها. الاخراج. يعني انا كان ليا تجارب حتى خارج الجامعه وشاركت بيها برضه في مهرجانات، فانا مركز اكتر في الاخراج. فيعني ناوي ان شاء الله بعد التخرج اهو ان انا اركز، احاول احنا اعمل خلاص كده مشاريع جديده. اتخرجنا مش كده؟ خلاص. فناوي ان انا اركز في يعني سيناريوهات وحاجات مشاريع شغال عليها كده، ان انا احاول برضه انتجها، وان شاء الله يعني اتوفق فيها. غاوي دايما المدن السياحيه، غاوي كده يعني؟ تتكلم اكتر في الجزئيه دي يعني ولا انا ايه؟ بحب ان انا احط او ابين حته من جمال مصر يعني في الافلام بتاعتي. حتى لو فيلم درامي مش وثائقي، ممكن اروح اصور في مكان معين عشان بس ابين جمال المكان، ويبقى برضه بيخدم قصتي. فيعني ده اللي انا منتظرينك حابب بقى أعمله. هنا اي ان شاء مكان الله. او حتى اي فكره تانية غير ان اماكن. شاء الله. منتظرينك بقى. بشكر طبعا النهارده الفيلم الجميل ده جدا، وبشكر طبعا ضيف النهارده سيف الله عبد العزيز. شكرا ليك، بالتوفيق شكرا دايما. جدا لحضرتك. فكره جميله جدا، والحقيقه كتير من الحكايات والاساطير بنسمعها بتكون غلط. يعني عايزه اقول الخوف دايما بيخلينا ان احنا نفكر، ودايما الوعي هو اللي بيخلينا ننجح، وهي افضل طريقه للنجاح. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي مع تجربه جديده وبرنامجكم عرض اول.